بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صدور الفراخ المدخنة، من اجمل الحاجات اللي ممكن تاكلوها. بس بصراحة سعرها بيبقى عالي شوية لما بنيجي نشتريها، مع ان هي كل التكلفة هتبقى في سعر الفراخ وشوية التوابل اللي هنحطهم عليها بس. فتعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. انا بجيب صدرين فراخ كبار، بس يكون حجمهم كبير عشان اعرف اقطعهم شرايح كويس، ويبقوا سلام ما يبقوش مقطعين. واجيب بصلتين، ويفضل يكون بصل احمر، وابشرهم بالمبشرة، واحط عليهم شوية مية كده، وبعد كده اصفيهم. طبعا الطفل ده ما ترميهوش، يعني انت ممكن تحطيه في كيس في الفريزر، ووقت ما تعملي كفتة مشوية طلعيه وحطيه عليها. فحرام ان احنا نرميه، نشيله في الفريزر على طول. هاخد بقى المية بتاعت البصل دي، عشان دي اللي هتبل بيها الفراخ بتاعتنا. هاجي بقى بعد كده لازم اتبل المية دي الاول. هحط من كل حاجة معلقة كبيرة، يعني معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر، وهقولك ايه فايدة الملح والسكر دلوقتي. وهحط معلقة كمان من الثوم البودرة، ومعلقة من البصل البودرة، ومعلقة كبيرة، ودي اهم حاجة، من البابريكا المدخنة. البابريكا المدخنة دي مهمة جدا، عشان كمان التدخينة اللي فيها هتدخل في طعم الفراخ، وهي سهلة وموجودة دلوقتي، بنلاقيها عند اي عطار. هنحط بقى حوالي نص كوباية من دبس الرمان، هو بيدي حلاوة كده في الطعم. وهحط كمان صويا صوص، بس مش هكتر عشان احنا حاطين ملح في التتبيلة، يعني حوالي معلقة كده مش اكتر. اهم حاجة بقى ان انا اقلب كل الخليط ده كويس جدا، واضمن ان السكر والملح دابوا، عشان تبقى الفراخ اتبلت صح. فايدة الملح والسكر ان هما بيطروا الانسجة بتاعت الفراخ، يعني لما بنيجي ناكلها بتبقى الانسجة طرية، مش طف كده، يعني تبقى طعمها طري، عارفين، يعني جوسي كده من جوه. فالملح والسكر مع بعض مهمين جدا في التتبيله. هنقع بقى الفراخ بتاعتي، ويفضل طبعا ان انا اقلبها كل فتره كده، واغطيها واسيبها في التلاجة لمدة 24 ساعة. يعني مثلا لو انا عملتها النهاردة الصبح، اجي تاني يوم اطلعها وابتدي اسويها. هسيبها بقى في التلاجة 24 ساعة، يوم كامل، وبعد كده بقى بطلعها وبتبقى عندنا بالشكل ده. طبعا بقى شربت من التتبيلة كويس قوي، واللحمة بتاعتها طريت، وده بيخليها ما تاخدش وقت كتير في السوا. يعني كل ما بتقعد في التتبيلة، كل ما ده بيخليها ما تاخدش وقت في السوا. يعني انتوا مثلا ممكن تعملوا الخطوة دي وتحطوها في علبة وتشيلوها في الفريزر، وتسووها وقت تاني. يعني كل ما هتقعد كل ما هتبقى احلى. هاجي بقى اجيب عندي شبكة زي كده، اي شبكة موجودة عندك، بتاعة البوتاجاز، بتاعة شواية، هحطها على صينية. ويفضل ان انا احط في الصينية شوية مية، عشان بخار المية ده لما يطلع على الفراخ برضو يخليها تستوي، وفي نفس الوقت ما تنشفش. فهحط شوية مية في الصينية بتاعتي، وكمان الصينية بتتحرقش. وهجيب بقى خلطة كده، هي عبارة عن معلقة كاتشب، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص. انا مش هحط ملح، هحط صويا صوص بدلها، عشان خاطر يديني لون حلو. واحط شوية زيت كمان، برضو الزيت هيديني لون حلو في التحمير. واقلب كل ده مع بعض كويس قوي، وهبتدي بقى ادهن بيه الفراخ بتاعتي. ممكن بقى الفراخ ندهنها طبعا كويس جدا قبل ما ندخلها الفرن، وياريت نكون مسخنين الفرن واحنا قبل ما نبدأ الخطوة دي، عشان هي لازم تدخل على فرن سخن قوي. ممكن ان احنا بدل صدور الفراخ نعمل صدور رومي، هتبقى اللي هي التركي المدخن. فتقدروا تستبدلوا الفراخ برومي، هتبقى طعمه برضو حلو جدا. وتنقعوا بقى بس اكتر من الفراخ شوية، عشان الرومي بياخد سوا شوية عن الفراخ. هجيب بقى صينية احط فيها ورق فويل، واحط بقى الحاجات اللي هبخر بيها الفراخ: عيدان قرفة، روزميري ناشف، ورق لورا. وطبعا هجيب نشارة خشب، دي من عند اي نجار. هتاخدي شوية صغيرين كده من عنده، انت مش محتاجة كتير، يعني ما تكتريش، شوية صغيرين كده وتقلبيهم مع التوابل. ده كده اللي هندخن بيه او هنبخر بيه الفراخ بتاعتنا. هاجي بقى، يا ريت يكون لو عندك شبكة زي كده، دي بتاعت الميكرويف. لو اللي عنده ميكرويف، دايما بتيجي مع الميكرويف الشبكة دي، بتكون عالية وليها رجلين طويلة كده. بحط بقى عليها الفراخ بعد ما خرجت من الفرن. بص بقى اللون بتاعها تحفة طبعا،
ولسه لما تتدخن هتاخد لون تاني. دي كده الفراخ طبعا مستوية تماما. هنحطها بقى على الشبكة اللي هي فيها الحاجات اللي هندخنها. انا هسويها على البوتاجاز من فوق، لان انا بصراحة خفت ادخنها يعني في الفرن. خفت لحسن تحصل مشكلة او تحصل لا قدر الله حريقة يعني جوه الفرن وانا ما احسش بيها. فانا جيت على بوتاجاز او على نار زي كده، حطيت الصينية بقى بالحاجات بالنشارة الخشب بالتوابل، ووطيت عليها، يعني عايزاها نار هادية قوي. وجبت حلة ورحت كفتها كده على الفراخ عشان خاطر اضمن ان الدخان اللي يطلع على الفراخ ما يطلعش بره. بسيبها 10 دقايق مش اكتر عشان برضو ما تبقاش مدخنة زيادة عن اللزوم. وبشيل الحلة بتاعتي زي ما انتم شايفين الدخان، وخدت كمان بصوا لون احمر شوية. طبعا هي سخنة دلوقتي، فكده خلاص يعني ما ندخنهاش اكتر من 10 دقايق، والا هنلاقي طعمها زي المحروقة كده. ف10 دقايق بس كفاية عليها. هاجي بقى بعد كده اسيبها تبرد، ولازم تبرد كويس قوي، لان انا لو قطعتها وهي سخنة هتتفرول مني، هتتفرفت كده تتفرول مني. فاسيبها تبرد كويس قوي وابتدي اقطعها شرايح. طبعا احنا هي الاكلة دي مش محتاجين ان احنا ناكلها سخنة اصلا، هي دي تعتبر من اللحوم الباردة، فناكلها باردة مفيش مشكلة. فنسيبها تبرد قوي وبعد كده نقطعها. بصوا بقى لحمة الفراخ من بره واخدة لون تحفة، اللون الذهبي الجميل ده، ومن جوه اللحمة بيضة جدا. يعني بصوا حتى التتبيلة اللي حطيناها دي ما اثرتش على لون اللحمة من جوه. ده كده شكل الفراخ بتاعتنا. بتتعمل بقى سندوتشات، ممكن تقطعيها شرايح وتتقدم مع مكرونة، تاكليها بقى بالطريقة اللي انت حبيها. دي كده كانت وصفتنا النهاردة. بصوا كمان الصدرين عملوا لنا كمية كبيرة جدا، يعني احنا لو هنشتري الكمية دي من بره نشتريها بمبلغ وقدره. فألف هنا عليكم ان شاء الله تعملوها كده وتطلع معاكم حلوة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.